أفنت حياتها بالعطاء الفني بالمسرح والتلفزيون والإذاعة. حوربت بس ما استسلمت لأنها بكل بساطة عشقها للفن. الشهرة عرفتها بعمر متقدم ومن هون صارت أم سوريا. شد ماما ما منطول، بنروح بنقعد عنده نص ساعة وبنوصل. بدنا نطلب من الإعلامي رجا ناصر الدين والممثلة ليليا الأطرش تفضلوا على مسرح الزمن الجميل. مساء الخير. أنا بدي تسمحوا لي إنه أتشكر الدكتور هراتش على هالبادرة اللطيفة اللي كل سنة عم يساويها، هي تكريم نجوم الزمن الجميل بمهرجان الزمن الجميل. بشرفنا اليوم إنه نكرم نجمة كبيرة، هي أم الدراما السورية وأم الدراما السورية العربية كمان، الفنانة أنطوانيت نجيب. أنا بشكر الدكتور اللي هو عظيم بكل شيء عم يقدمه، واللي أنا شفته من عبر الشغلات اللي راسلني فيها. فأنا شكراً له إنه هو حب يكرمني أو يكرم الأم السورية، فهذا شكر لك. شكراً جزيلاً دكتور فلت. شكراً لكل مجموعتك اللي هي عم تساوي هاي اللقاءات اللي نحن من زمان ما شفناها. تسمح لي قدم هاي الهدية لسوريا. ألف مبروك أم سوريا الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب. من تكريم الفنانة القديرة